نعمل إيه في أول 10 أيام من ذي الحجة؟ السؤال ده مهم جدا وكلنا بنفكر فيه. الأيام دي العمل الصالح فيها من أحب الأيام ومن أحب الأعمال لربنا سبحانه وتعالى. فكرة إن احنا نعمل حاجة صغيرة جدا جدا دي عند ربنا سبحانه وتعالى ليها جزاء كبير جدا جدا. إيه بقى الحاجات اللي احنا ممكن نعملها وإزاي نغتنم العشر الأوائل من ذي الحجة؟ أول حاجة اللي يقدر إن هو يصوم يصوم. تاني حاجة حاول على قد ما تقدر ان ذكر ربنا سبحانه وتعالى يكون دايما على لسانك. معاك المسبحة بقى وانت رايح الشغل وانت راجع من الشغل وانت رايحة الكلية او راجعة من الكلية رايحة المدرسة راجعة من المدرسة وانت قاعدة في البيت. اي وقت اغتنموا فيه الفرصة دي ان انتوا تسبحوا ربنا سبحانه وتعالى وتستغفروا ربنا سبحانه وتعالى. ومن احب الاذكار في الايام المباركة دي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد وله الملك وهو على كل شيء قدير. وفي دعاء كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيدعي بيه